السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الأرقام. كنا خدنا من 0 ل10 تسعلن. طيب احنا مبدئيا من رقم 1 لرقم 99 هنقسمهم لمجموعتين. أول مجموعة من 0 ل19، وتاني مجموعة من رقم 20 لحد 99. تمام كده؟ طيب 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ودول كنا خدناهم قبل كده. طب تعالوا نتعرف بقى من 11 ل19. 11 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15. ركزوا بقى معايا في رقم 16 ورقم 17 اللي هم مختلفين شوية. رقم 6 كان زيكس، لا هنا شال الاس وبقت زيشت سين. تمام كده، ما بقتش زيكس واقول تسين، لا غلط، الاس اتشالت فزيشت سين. تمام، رقم 16 زيشت سين. طيب زيبت سين بقى، يعني هو شال هنا الاي ان فبقت زيب وزود لها تسين فيبقى زيبت سين. تمام كده، ركزوا خلي بالك من نطق 16 و 17. طيب 18 ما فيهاش مشكله، هي اخت وتضاف لها كلمه تسين. بس خلي بالك في حاجه، التقاء التي مع التست اللي هي اصلا في نطقنا بنقول تي اس، فمش هينفع تنطق مرتين. مش هينفع تقول اخت تسين، ما ينفعش تنطق يعني اتنين تي ورا بعض. تمام كده، فانت هنا هتقول اخ تسين، اخ تسين. تمام كده، لكن مش هتقول يعني مش هتكرر التي. تمام كده، يبقى نطقها صحيح اخ تسين. تمام كده. طيب نوين تسين مفيهاش مشكلة، اللي هو حرف 9 نوين وتسين نوين تسين. تمام. طيب عايزين بقى نخش على من رقم 20 لحد 99. تمام كده. مبدئيا هنطبق على 20 ومضاعفتها، وهي زيها 30 الأربعينات الخمسينات وهكذا. تمام كده. طيب 20 اتسفانسش. تمام. طيب عايز اقول 21. خلي بالك هنا بقى، كل اللي انت بتعمله انت بتقول الرقم وبتقول كلمة اوند اللي هي في الألماني بمعنى و، اللي هي حرف عطف يعني وتسفانسش اللي هو ال20. تمام كده، هتلاقيني عامل لك خط تحت كل واحدة فيهم. تمام كده. طيب بس خلي بالك ان يعني الرقم واحد ما بيبقاش اينس، بيبقى اين. يعني من اول 21 31 41 51 61 وهكذا هتقول اين اوند كذا، اللي هو 20 30 40 ايا كان اللي انت هتقوله. تمام كده، فخلي بالك من دي. يبقى اين واوند وتصفاص. بس خلي بالك من حاجه، الارقام بتبقى لازقه في بعضها. بمعنى يعني لو انت هتكتب الحرف حروف مش هتكتبه ارقام. لو هتكتبه حروف هتلاقيهم كلهم على بعضهم، اللي هو اين في اوند جنبها تصفنصش، مفيش مسافات. يعني مش اين لوحدها وبعد كده مسافه واوند وبعدها مسافه وبعد كده تصفنصش. تمام، خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا جدا. تمام، فالارقام لو هتتكتب حروف بتتكتب على بعضها، لو هتتكتب ارقام اكتبها زي ما تكتبها بقى عادي زي ما احنا بنكتبها. تمام. رقم 22 هيبقى تسفاي und تسفانسش، نفس القصة برضه. ادي رقم 2 und تسفانسش مفيهاش أي مشكلة. 3 und تسفانسش، 4 und تسفانسش، 5 und تسفانسش، 6 und تسفانسش، 7 und تسفانسش، 8 und تسفانسش، 9 und تسفانسش. تمام يا شباب، مفيهاش مشكلة من 20 لحد 29. طيب نفس اللي هيتطبق مع العشرينات هو مضاعفتها هيتطبق على التلاتين وهكذا، والأربعين والخمسين والستين لحد التسعين. كل اللي انت محتاج تعرفه ان احنا نعرف 30 يعني ايه و40 يعني ايه، وهنعرفهم دلوقتي. 30 يعني دغايسش، دغايسش. 40 فيرتسش، فيرتسش. 50 فünfzig، fünfzig. 60 زيشتسش، زيشتسش. خلي بالك اهي، زيش تسش. تمام. طيب 70 زيبتسش، زيبتسش. تمام. 80 أختسش، أختسش. 90 نوينتسش، نوينتسش. تمام. لو بصيت ل 60 و70 و80 هتلاقيهم نفس فكرة 16 و17 و18. تمام كده، فخلي بالك ركز على النطق الصحيح ليهم. طيب كده يعتبر انت كده عرفت لحد رقم 99، ما اظنش ان فيها مشكلة. تمام كده. طيب عايزين بقى نخش احنا هنا على ايه، على الساعة. ازاي انطق الساعة بالطريقة الصحيحة؟ خليك عارف ان الساعة ليها حاجتين، يا اما انطقها بطريقة رسمية يا اما بطريقة غير رسمية، اللي هي فورميل او اون فورميل. فورميل دي هي انك بتنطق الساعة فقط لا غير. تمام كده، ان انت بتنطق الساعة. تمام، بتنطقها ارقام. هي الفكرة ان انت بتحط تمييز بعد الساعة نفسها.
طيب تعالوا كده نتعرف عليها. عامة لو بتتكلم فورميل هنا بيتعاملوا بنظام ال 24 ساعة مش بنظام ال 12. يعني انت لو هتنطق الساعة فورميل فانت بتنطقها بنظام ال 24. تمام كده. طيب بتعمل ايه؟ بتنطق ارقام فقط لا غير، بس ما تنساش تمييز الساعة اللي احنا هنقوله دلوقتي. فانا لو وليكن مثلا الساعة 11 ونص، فانا عايز اقول 11 ونص بالفورميل اللي هي الطريقة الرسمية، فهقول 11:30. 11:30. كلمة او اللي بعد الف دي اللي بعد 11 بقول ان الساعة 11 ونص. خلاص شكرا. مش هقول بقى و30 دقيقة، ما بقولش 30 دقيقة، يعني ما بقولش كلمة دقيقة. انا بقول بس تمييز الاوع، وبعد كده بقول الارقام وهما عارفين ان ديت ايه الدقايق. تمام. واحدة الا تلت او 12 و40 دقيقة. تمام كده هيبقى تسولف اوع فيرتسش. طيب يبقى باقي لنا كده الساعة 14 و20 دقيقة أو تلت، هسيبها لك أنت تقولها. طيب عايزين نخش على الطريقة التانية اللي هي الانفورمال، اللي هي لغة الشارع، اللي هي العامية يعني. عايزين نتفق الأول على 4 مصطلحات لازم نكون عارفينها. نخ بمعنى بعد. تمام كده. فياتل بمعنى ربع. دغتل بمعنى تلت. فور بمعنى قبل. ركزوا فيهم كويس جدا. نخ بعد. فياتل بمعنى ربع. دغتل بمعنى تلت. فور بمعنى قبل. طيب هنعرفها دلوقتي. بص بالنسبة للعامية عشان تقول مثلا الساعة 12 بالظبط فانت هتقول تسولف، خلاص ما فيهاش مشكلة. طب انا عايز اقول 12:05، هقول 5 nach 12. بالراحة هقول 5 بعد 12. تمام كده. طب عايز اقول و10، يبقى 10 nach 12 اللي هو 10 بعد 12. طب عايز اقول الساعة 12:15، هتقول ربع او اللي هو 15 دقيقة يعني بعد 12، يبقى فيرتل نخ 12. طب عايز اقول وتلت، يبقى تسفانسش وده دغتل، الاتنين صح. ممكن تقول تسفانسش وممكن تقول دغتل. دغتل بمعنى تلت، تسفانسش اللي هي 20. طيب يبقى تسفانسش وده دغتل نخ 12. تمام اللي هي تلت ساعة او تلت بعد 12 او 20 دقيقة بعد 12. طب عايز اقول بقى ايه ونص الا 5. طيب خلينا بس نعرف ان لو عايز تقول النص الساعة دلوقتي مثلا 12 ونص في العامية، بتقول نص الساعة اللي بعدها. بمعنى يعني الساعة دلوقتي 12، المفروض الساعة اللي بعدها تكون واحدة، صح كده؟ يبقى نص واحدة. نص واحدة اللي هي عن 12 و30 دقيقة. طب لو هي مثلا واحدة ونص يبقى نص 2. تمام وهكذا. فانا يبقى نص الساعة 12 ونص هنقول عليها هالب اينس. هالب اينس يعني نص الساعة واحدة اللي هي 12 ونص. طيب عشان اقول بقى ونص اللي 5 بقول 5 vor 1/2. 5 قبل نص واحد. ركزوا معايا بالله عليكم عشان ايه الحتة هنا بتتوه شوية. نص الساعة 12 ونص بنقول عليها هالب اينس اللي هو الرقم الساعة اللي بعدها. تمام كده. طيب عايز اقول بقى ونص اللي 5 يبقى 5 vor 1/2. 5 دقايق قبل نص واحدة. طب عايز اقول ونص و5. تمام كده هتبقى 5 nach 1/2 اللي هو 5 دقايق بعد نص واحدة، اللي هي 12 و35 دقيقة. تمام كده. بعد كده بقى هبدأ ان انا ايه، عايز اقول مثلا ان هي الساعة واحدة الا تلت، فبقول 20 Uhr vor 1 اللي هو 20 دقيقة قبل واحدة. تمام كده. طيب الساعة واحدة الا ربع، يبقى فيرتل vor 1 اللي هو ربع قبل واحد او قبل الساعة واحدة يعني. طب عايز اقول ال10 10 vor 1. اللي 5 5 vor 1. الساعة واحدة بالظبط تبقى ايه 1. تمام كده يا شباب. والعامية بيمشوا بنظام ال 12 ساعة، يبقى العامية 12 ساعة، الفورميل 24، وما فيهاش مشكلة لأنها بتتنطق أرقام بس. أتمنى أن تكون الدنيا وضحت. حاولت أوصل المعلومة بطريقة بسيطة. أتمنى أن تكونوا استفدتوا، وأتمنى تدعموني باللايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، ولو في حاجة اكتبولي في الكومنتات، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.